يا مساء الخير، عاملين ايه في الجو البرد ده؟ اليومين دول الجو مش مظبط خالص، وكمان جو برد قوي وهوا بقى. يعني هوا صعب. انا شلت كل الحاجات اللي كانت في البلكونه من كتر ان الهوا اصلا بيعمل التنت عندي، وكمان بيوقع اي حاجه موجوده في البلكونه. فالصراحه الجو بقاله كام يوم مش حلو، وفي مطر، بس طبعا في اماكن بتمطر جامد وفي اماكن لا. فالحمد لله يعني المطر عندنا خفيف شوية، لكن الهوا هو اللي صعب، وكمان الجو بالليل بيبقى برد قوي. المهم بقى النهارده جايلكم بروتين جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لو لسه اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة، وكمان تفعلي زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصلك. ويلا بينا نبتدي الروتين بتاعنا. انا جايبالكم اكلة مختلفة وكنت مجرباها قبل كده الصراحة، بس لما عجبتني قلت بقى اعملها معاكم كده و... واقول لكم كمان تجربوها لانها حلوة قوي. انا كان عندي زي ما انتم شايفين كبد، اللي هي الكبد والقوانص بتاعه الفراخ. فقلت ان انا اعملها في طاجن كده مكرونه، زي المكرونه بشاميل كده. بس هنحط الكبد والقوانص، وزي ما قلت لكم انا كنت مجرباها قبل كده. كان طعمها خطير، والصراحه المره دي برضو كان طعمها حلو قوي. فكنت مقطعاها مكعبات صغيره خالص علشان تستوى معايا. وكنت مجهزه بقى كده بصلايه مفرومه وطماطم، يعني نص طماطمايه كده، وفلفل. فرمتهم وسبتهم جاهزين كده بعد ما غسلت كويس الكبد والقوانص، وكمان حطيتها بقى على النار كده في زيت سخن، وحطيت عليها تومة كده وقلبتها. نزلت بقى بالبصل والحاجات دي. الطريقة دي حلوة جدا، وزي ما قلت لكم يعني لما بفرم كده بصل وطماطم والحاجات دي بتخلي الحاجة طعمها حلو قوي. المهم بقى حطيت لها البهارات بتاعتها، الفلفل الاسود، الملح. حطيت كمان جوز الطيب، ما كترتش علشان طبعا ما بتبقاش يعني حاجة بسيطة بس كده بيدي طعم حلو للأكل. المهم بقى، وكنت كمان مجهزة كده مية بتغلي سلقت فيها المكرونة. يعني قلت اخلص وانجز كده كل الأكلة، علشان يعني الأكلة دي بتبقى حلوة، بس ما بحبهاش. هتعرفوا ليه، هتعرفوا في الوقت في الفيديو، يعني كملوا الفيديو للآخر وهتعرفوا احنا مش بنحب الأكلة دي علشان ايه. المهم بقى قلت اعمل كده بشاميل، بس للاسف يعني انا حطيت كان عندي كده سمنه بلدي، وحطيت كمان زيت، وحطيت دقيق. المهم وانا بقى بصور معاكم كده الستاند وقع، لان ده ستاند جديد جايباه للتصوير. فالمهم وقع وعارفين بقى وانا بشيله الدقيق يعني نشف شويه. المهم لحقت بقى الدنيا كده، وقلت يعني حطيت اللبن على طول، وقعدت اقلب فيه بالمضرب ده لحد ما حسيت ان القوام يعني لحد ما بقى حلو، علشان طبعا الدقيق والحاجات دي ما تعملش كتل كده ويبقى البشاميل مش حلو. المهم فلحقت الدنيا الحمد لله. وهنا بقى حطيت طبعا فلفل اسود، وبرده رشة من جوز الطيب كده. وعندكم بقى اللي هي المبشرة دي حلوة قوي. هي الصراحة كانت عندي من يعني أيام جوازي، بس مش عارفة موجودة دلوقتي ولا لأ. طبعا موجود اللي هي المبشرة الصغيرة خالص دي. فدي حلوة قوي ان انت بتبشري، وبيبقى فيها المكان اصلا، يعني بتبشري شوية وبعد كده بتنزلوهم على الأكلة، بيبقى حلو قوي. المهم خلصت بقى البشاميل وزودته كمان شوية شوربة. كان عندي شوربة لحمة فزودته علشان بحب القوام بتاعه ما يكونش تقيل قوي. فحسيت طبعا ان هو تقل معايا، ان زي ما قلت لكم وانا بصور كل حاجه اتلخبطت كده، وكنت حاسه خلاص ان هو هيبوظ اصلا مني، بس الحمد لله. المهم بقى هنا جهزت المكرونه. حطيت بقى شويه كده في طبق لوحدهم، وقلت اقلب عليهم البشاميل. يعني انا بقلب على المكرونه كلها، بس انا الصراحه كنت عايزه اعمل كميه مكرونه خفيفه خالص، لان احنا يعني بنحب المكرونه، بالذات المكرونه بشاميل، او مثلا اي حاجه يكون فيها المكرونه طبقات تكون خفيفه. قلت علشان برضو لو فاض مني مكرونه من اللي انا سلقاها، يعني ما احطش عليها بشاميل. المهم عملت بقى هنا برضو زي ما قلت لكم نص المكرونه، يعني شويه منها كده، وفردتها في الصينيه دي، وحاولت على قد ما اقدر كده ان انا اظبطها زي ما قلت لكم علشان السمك بتاعها يكون خفيف خالص. وبعد كده نزلت بقى بالكبد والقوانص كده، طبعا كان طعمها حلو، وكان ريحتها اصلا حلوه قوي. فبرضو حاولت ان انا اسويها كده برضو في قلب الصينيه، بحيث ما تبقاش طالعه برضو على الاطراف. وخلاص هجيب برضو باقي المكرونه، بس طبعا ما احتاجتش المكرونه كلها، عشان كده زي ما قلت لكم ما رضيتش اقلب كل المكرونه كلها في البشاميل.
كان فايض عندي شوية لبن، فقُلت بقى المكرونة اللي تفيض أعمل بها مكرونة بلبن مسكّرة كده، هنحط عليها بقى سُكّر واحط عليها كمان فانيليا واحطها في الفرن. المهم عملت هنا برضه سويت بقى الوش اللي فوق ده، خليتها طبقة خفيفة خالص وهانزل بقى بكل البشاميل كده عليها. كان الحمد لله برضه البشاميل لمّا بيكون كتير بيخلّي وش المكرونة حلو أوي، وفي التحمير، يعني المكرونة مثلًا لو باينة فتلاقيها اتحمّرت كده أو نشفت معاكِ، لكن البشاميل لمّا يكون كتير على الوش بيبقى حلو ومغطي المكرونة كلّها. المهم بقى هنا حطيت كل البشاميل، وطبعًا لازم كده نساوي الصينية بتاعتنا علشان يبقى شكلها حلو كده، لإن الحاجات دي بتدّي لون في الفرن وتيجي تطلّعيها بيبقى الشكل العام مش أحسن حاجة. ضبّطتها بقى وهادخّلها الفرن، وبرضه يعني الحاجات اللي أنا اكتشفتها أنا دايمًا بابقى أحط كده على وش المكرونة يا إما جبن يا إما مثلًا سمنة بلدي. فالجبن لقيتها بتنشف، مش عارفة برضه ده عيب فرن والّا إيه، بس أنا الفرن بتاعي كويس جدًا وحلو أوي، فالمهم الجبنة بتبقى تنشف معايا، لكن برضه حطيت سمنة، فباحس مثلًا الأجزاء اللي بيبقى عليها سمنة بتحمر أوي بدري عن الأجزاء التانية، فباضطر بقى أقعد أقلِّب في الصينية، وساعات باطلّع مثلًا أجزاء فيها بيضة، لكن لمّا حطيتها في الفرن من غير ما حطيت عليها ولا سمنة ولا حطيت عليها جبن ولا أي حاجة، كلّها بقت آخدة نفس اللون، واللون بقى موحّد وحلو أوي. نيجي بقى للحاجة اللي أنا كنت باقول لكم إحنا ليه ما بنحبش نعمل مكرونة، اللي هي المكرونة بشاميل، علشان طبعًا زي ما أنتم شايفين كمية مواعين كتير أوي، برغم إن أنا غاسلة يعني إيدي دايمًا في المواعين، لمّا باطلّع حاجة باغسلها، كان في كمان قبل ما أطبخ في مواعين غسلتها، يعني دول طالعين بس من المكرونة. رضيتش طبعًا بقى أحطّهم في الغسالة عندي علشان فيهم حاجات كتير كبيرة، وفي حاجات كمان مش بتدخل الغسالة زي الألمونيا، برضه في حاجات بلاستيك، وفي كمان يعني المقلاية اللي أنا باغسلها دي برضه خُفت عليها من المَيّة السخنة في الغسالة، ففي حاجات مش بتدخل الغسالة، فقُلت يالّا بقى وأنا واقفة كده أغسلهم، مع إن كان الشكل العام ما كانش حلو خالص، يعني المواعين كانت كتير أوي، أوي، بس الحمد لله غسلتهم. فهي الأكلة دي كده لها مميزات ولها عيوب، عيوبها طبعًا إن فيها مواعين كتير، كتير قبل ما أنتِ يعني بعد ما بتخلّصيها كده، لكن لمّا بتخلص بقى وبتيجي تتغدوا وكده، بتلاقي بقى بعد الغدا بيبقى كام طبق بس كده اللي إحنا آكلين فيه، يعني بتبقى مثلًا حاجات خفيفة ما بتبقاش بقى أكل كتير، كمان ما بتقعديش تسخّني بقى في كذا حاجة لأ، هي صينية واحدة وبتبقى خفيفة كده في الأكل. المهم بقى كده خلّصتها والحمد لله، وخلّصت كمان كانت بقى في الفرن باستناها إن هي تتحمّر، فقُلت بقى أشغّل نفسي كده وأنا واقفة. المهم الجو برد كمان والواحد بيبقى عاوز يخلّص كل حاجة قبل ما يقعد، يعني يخلّص كل اللي وراه في المطبخ علشان بقى لو أنا دخلت وقعدت بقى وكده خلاص. قُلت بقى كده أدّي تلميعة حلوة كده للرخامة عندي، فغسلتها برضه هي كمان، أنا مش باشيل كل الحاجات اللي على الرخامة، يعني في مرّة كده أو مرّتين في الأسبوع باشيلها، لكن على السريع لو أنا واقفة باعمل حاجة باغسل بس الأجزاء اللي باينة دي، علشان طبعًا باطلّع الأكل عليها وباحط عليها حاجة، فعلشان لو في حاجة واقعة أو كده تبقى الرخامة معايا نضيفة. وجيت بقى للجزء التاني ده برضه، يعني قُلت أدّي له برضه تلميعة حلوة، وهنا طبعًا كارما كانت يعني عايزة تعرض خدماتها، واقفة معايا في المطبخ، ف نِفْسها كده تغسل معايا الرخامة، بس الجو أصلًا بارد، لو إحنا في الصيف باسيبها عادي. هي كمان عاملة لكم قلب حلو، شجعوها طبعًا بقى في الكومنتات كده، علشان طبعًا هي بتفرح جدًا، وبنفرح بالتعليقات بتاعتكم. المهم بقى هنا خلاص بقى خلّصت الجزء ده، وكمان شِلت المكان اللي باحط فيه إزازة الزيت، لإن دايمًا بيبقى المكان ده فيه زيت أصلًا، فشِلتها خالص، وغسلت مكانها، وغسلت الجزء اللي أنا باحط عليه إزازة الزيت ده برضه، وخلاص كانت الرخامة زي ما أنتم شايفين بتلمع وزي الفل. فكان يعتبر خلاص قرّبنا على إن إحنا نخلّص، المهم قُلت بقى برضه كانت طبعًا المكرونة كانت خلاص طفيت عليها، بس علشان يعني تمسك نفسها شوية كده وأنا باقطّعها، فسِبتها في الفرن وقُلت كمان أدّي للبوتاجاز غسلة حلوة كده. كمان نصيحة كده، البوتاجاز لو أنتِ مشغّلة الفرن، أنسب وقت تغسليه فيه والفرن مثلًا لسه سُخن أو مش طبعًا سُخن أوي يعني، بس يكون مثلًا أنتِ مشغّلاه قبلها بحاجة بسيطة يعني، ده أنسب وقت إن إحنا نغسله فيه، ما بياخدش منّي وقت خالص، لو في حاجة مثلًا فيه زيوت أو في حاجة لازقة فيه، مع السخونية بتاعة الفرن بتطلع معايا بسهولة جدًا.
المهم اديت له لمعة حلوة كده وانا اصلا ما بغسلش الستانلس باي حاجة الصراحة، بخاف اجيب عليه اي منظفات، هي بس شوية صابون مواعين والاسبونجة كده وبغسله، ولو في حاجة مش بتطلع بالسلك البلدي العادي، وبرده مش بضغط عليه قوي، فدايما بيبقى معايا نضيف والسلستين بتاعه نضيف. ونيجي بقى للحظة الحاسمة اللي احنا بنستناها. هنا بقى عملت زي ما قلت لكم، المكرونة اخدت لون حلو قوي لان انا ما حطيتش على الوش اي حاجة. وطبعا كان فايض بقى معايا شوية مكرونة زي ما قلت لكم، عملت بقى 2 طاجن كده، وحطيتهم برضو في الفرن يعني ياخدوا لون كده مع المكرونة، وكان طعمهم حلو الصراحة. وهنا بقى كانت كارما بقى واقفة جنبي عاوزة تدوقها، يعني كانت ريحتها قلبة البيت كله وكان ريحتها جميلة. المهم بقى قطعتها هنا، وكانت برضو مش يعني مش بردت قوي، بس احنا بنحبها تكون مش باردة، يعني بنحبها تكون سخنة كمان عن كده، بس عشان برضو اقطعها وتكون متماسكة شوية، فحبيت ان انا اسيبها شوية. خلاص بقى كنت كده بجهز الاطباق معايا، يعني ما كانش حد ياكل غير انا وكارما كده. بس الصراحة كان طعمها حلو قوي، جربوها يعني، وهي أكلة برضو مختلفة، بعيدا بقى طبعا يعني بندخل مكرونة في أي حاجة. أنا دايما حتى الكبد والقوانص مثلا اللي بتبقى فايضة معايا ساعات بنعملها طبعا في ناكلها عادي بعيش، بس حسيت ان هي مع المكرونة أحلى بكتير، فعلشان كده بقى قلت يعني لازم اعتمد الطريقة دي. وهنا كنا وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا، ما تنسوش الاشتراك في القناة. مع السلامة.